أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يقيد عمر الساعي في القائمة الأفريقية. نجح النادي الأهلي في قيد عمر الساعي في القائمة المحلية ثم قيده في القائمة الأفريقية، وبالتالي يحق للمشاركة في لقاء الزمالك وأيضا لقائي جورماهيا الكيني. يعني كده لقائي جورماهيا الكيني في دور 32 عمر الساعي سيتواجد فيهم. خبرنا الثاني: الأهلي يؤيد جميع صفقاته الجديدة وذلك في القائمة المحلية والأفريقية. أنهى النادي الأهلي إجراءات قيد يوسف أيمن، أشرف داري، ويحيى عطية الله وعمر الساعي زي ما قلنا لحضراتكم، والكلام ده حصل امبارح. يعني من الآخر كده عمر الساعي، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله هيكونوا متواجدين في لقائي جورماهيا الكيني. وبرضو تم قيد بيرسي تاو بشكل طبيعي، ولكن تم استبعاد علي معلول. خبرنا الثالث: أشرف داري، صفقات الأهلي شجعتني على القدوم إليه. قال أشرف داري: الأهلي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين وقام بإمرام صفقات قوية في الفترة الماضية، وهذا شجعني كثيرا على الانتقال للأهلي، وبإذن الله نكون كلنا إيد واحدة لكي نحقق طموحاتنا. خبرنا الرابع: أشرف داري يكشف عن دور رضا سليم في انتقاله إلى الأهلي. قال أشرف داري: تواصلت مع رضا سليم ويحيى عطية الله لمعرفة انطباعهم عن النادي الأهلي ومنظومة العمل فيه، ولكن تواصلي أكبر كان مع رضا. تلقيت ردود فعل طيبة للغاية من رضا سليم اللي قال لي الأهلي نادي عريق يتوج بجميع البطولات، وهذا ساعدني كثيرا في اتخاذ القرار. خبرنا الخامس: رسالة وداع من عمر الساعي إلى النادي الإسماعيلي. ملخص رسالة الساعي لجماهير الإسماعيلي: رسالة الجمهور الحبيب، جمهور الإسماعيلي، جمهوري وأهلي وأحبتي، الدعم الأول لي حين أكرمني الله من خلال بوابة الإسماعيلي أن أكون خير مشرف لهم في المنتخبات، وهذا الخير حل لي حينما هتف باسم جمهور الإسماعيلي. أشكر الله على ما وصلت له بحبكم ودعمكم لي، كما أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لي لأنني ابن النادي الإسماعيلي وابن الإسماعيلية.